اسمي مدام ليلى، عندي 41 سنة. تربيت يتيمة في بيت خالتي بعد ما والدي طلق والدتي. أمي كانت ست جميلة جدا، وكل الناس كانت بتحبها وتحلف بأخلاقها وجدعانيتها. رفضت إنها تتجوز عشان تخلي بالها مني، لكن القدر كان له رأي تاني. توفيت أمي وأنا عندي 10 سنين، فاضطريت أعيش عند خالتي نوال وجوزها عمرو. الراجل ده كان صعب جدا، كل حاجة عنده بحساب: الكلمة، الحركة، الخروج. بخيل لدرجة إنه كان بيزعل لو أكلت رغيف زيادة. أولاد خالتي كانوا باين عليهم إنهم متضايقين من وجودي، لكن الحقيقة ما كانش عندي مكان أروح له. أبويا وأهله محدش فيهم كان بيرحب بيا، حتى لو قابلوني في الشارع كانوا يتجاهلوني. حاولت أكلمهم وأصلح العلاقة كذا مرة، لكن دايما كانوا بيرفضوني. قعدت 6 سنين عند خالتي من سن 10 ل 16 سنة، وما قبلوش بوجودي إلا لما بدأت أشتغل وأخرج من المدرسة. ما كملتش تعليمي، لكن أمي كانت ست ذكية وشاطرة وعلمتني حاجات كتيرة قبل ما تموت. فهمت إن قيمتي بأخلاقي واحترامي لنفسي، مش بالفلوس. كنت لما أروح شغل وما بتحسش فيه برتاح، كنت أسيبه فوراً حتى لو كان ليا فلاس عليه. بهدفي ده اتعرفت على زميل في الشغل اسمه كريم، كان مرتبط قبل كده وحصل طلاق لأن مراته كانت مش سعيدة معاه. بعد طلاقه فضل فترة طويلة ما فكرش في الجواز خالص، لكن لما اشتغلنا سوا طبيعة الشغل خلتنا نقرب من بعض. كنا بنروح سوا، نتفطر سوا، نتكلم كتير، اتعودنا على بعض. في سنة ونص وحسيت إني اتعلقت بيه. قدم لي وخالتي وزوجها ما صدقوا إن حد يتقدم لي. أنا طول عمري لبسي بسيط جدا، ظروفي المادية ما كانتش تسمح إني أختار اللي أنا عايزاه. كنت عايشة بالموجود وبقول الحمد لله. كملت مع كريم واتجوزنا، لكن الحقيقة إن حياتي بعد الجواز ما كانتش سهلة. تعبت جدا من شغل البيت مع الحمل مع شغلي برا. كريم كان راجل بسيط جدا، عايش في بيت إيجار وما كانش عنده دخل غير شغله اليومي. أنا كنت راضية بيه لأنه كان شخص حنين ومحترم وكل الناس بتحبه. لكن بعد سنة من الفرح الحياة ضربت تاني. فضلوا معايا عشان تعرفوا إيه اللي حصل بعد الجواز. العنوان: كريم كان يعاملني كويس جدا وأنا كنت بحترمه برضه، بس الحياة مش بتمشي زي ما احنا عايزين. بظروف طبيعية كل واحد في الدنيا بيواجه مشاكل صحية أو أزمات أو حتى يفقد الحياة. في الوقت ده مرض كريم مرض شديد، وما كملش كتير بعد الجواز مات، وتركني أنا وابني يوسف. ابنه كان عنده 7 سنين ساعتها. اضطريت أنزل أشتغل تاني عشان أعلمه، وقررت إن هفضل معاه لحد آخر لحظة في حياتي. شلت فكرة الجواز من دماغي خالص، مع إن ناس كتير جدا تقدمولي، رجالة محترمين ومناسبين. لو كنت حاسة إني عايزة أرتاح كنت وافقت بسهولة، لكني اخترت الطريق الصعب عشان أحافظ على ابني. تعبت عليه، شقيت عليه، وكنت ليه أم وأب في نفس الوقت. بقيت أقدمه للحياة على نفسي. علاقتي بيه كانت قوية جدا، مش بس أم وابنها، لكن كنا زي الصاحب والصحبة، زي الأخ والأخت. كنت بفهمه من نظرة عينه، لما يكون زعلان ما كانش يرتاح غير لما يجي يقعد معايا ويحكي. أنا كنت بحاول أعلمه دروس الحياة عشان يطلع إنسان محترم وقوي. فعلا يوسف كبر وتخرج مهندس، دي كانت أسعد لحظة في حياتي. كل مكان يروح له كنت بفتخر بيه، بس الحقيقة إني في كل السنين دي كنت مهملة نفسي بشكل رهيب. لبسي بسيط كتير حتى رخيص، مش مهتمة بشعري ولا بصحتي، كنت بفكر فيه هو بس. بعد ما اتخرج وجات له فرصة شغل كويسة جدا في الخارج، اكتشفت إن صحتي بدأت تتعب. عشت حياتي لوحدي وظروف طفولتي القاسية، بعدين الظروف الصعبة مع كريم، وكل ده أثر على جسدي. كنت بشتكي من رجلي، وقفي، وإرهاق مزمن. يوسف لاحظ ده وكان قلقان عليا جدا. هو رفض فكرة السفر في الأول عشان خاطري، بيحبني بشكل لا يتخيله حد، بيخاف عليا. وعديته إني هبقى كويسة عشان هو يوافق يسافر ويكون مستقبله. كنت عايزاه يعيش حياة أحسن من اللي أنا عشتها. كل أم بتحلم إن ولادها يكونوا أحسن منها. بس الظروف غصبتني أوافق على حاجة غريبة جدا: إني أسكن مع ناس ما أقربش ليهم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد كده في الجزء الجاي. العنوان: يوسف كان ليه صاحب في الكلية اسمه أحمد. أحمد ده ابن ناس غنيين جدا، وكان دايما بيجي عندنا البيت.
هو شخص مهذب ومحترم وأنا بعزه. لكن حياته في بيته كانت صعبة. أبوه فاروق وأمه دايماً في خلافات، وأمه في الآخر سافرت برا وسبت البيت. فاروق راجل شغال طول اليوم، مش فاضي لابنه. أحمد عاش في فراغ عاطفي كبير. لما عرف يوسف إني مش هسافر معاه عشان صحتي وخاف يسيبني لوحدي، أحمد قال له ما تقلقش، خلي أمك عندي في البيت، بيتنا كبير، أنا وأبويا بس اللي فيه، هاخد بالي منها وهتطمن عليها. أنا في الأول رفضت، بس يوسف كان مصمم يسافر عشان مستقبله، وكان مش هيرتاح غير لما يطمن عليا. فوافقت غصب عني، بس قلت لنفسي هقعد فترة بسيطة، كام أسبوع بالكتير، وبعدين أرجع. لما وصلت لبيتهم بعد يومين بالظبط، حسيت إن الدنيا كلها غلط. الأب فاروق طول النهار في شغله، مش موجود في البيت. أحمد قاعد مع أصحابه، خارج ليل نهار، ما بيفكرش في مستقبله ولا شغله. المكان كله كان فوضى، مفيش نظام، مفيش اهتمام. أنا حزنت عليهم. بدأت أتكلم مع فاروق كأم من غير ما أتدخل في خصوصياتهم. قلت له: أنت ليه سايب ابنه كده؟ لازم تعرفه معنى المسؤولية. أنت بتتعب نفسك كل يوم في شغلك عشان مين؟ عشانه هو. لكن لو هو معرفش قيمة شغلك، كل تعبك هيضيع. فاروق كان مندهش، ما كانش واخد باله من حاجة من دي. وقف معايا وفهم كلامي. الراجل ده طلع شخص محترم ومتفاهم. وبعدها بدأت أتكلم مع أحمد. في الأول كان صعب جدا يوصل له أي نصيحة، لكني صبرت. كنت أقعد معاه كل يوم، أشرح له ليه لازم يعتمد على نفسه، ليه لازم يشتغل، ليه لازم الناس تحترمه. بالتدريج أحمد بدأ يتغير، بقى يروح الشغل مع أبوه، بقى يهتم بالبيت، بقى يشبه ابني يوسف في أخلاقه. خطاف. أحمد بقى يحبني ويقول لي كلام صادمني، وفي نفس الوقت أبويه فاروق ابتدى ينظر ليا بنظرة مختلفة. إيه القصة دي؟ استنوا الجزء الرابع. العنوان: بعد شهر كامل من وجودي في بيت فاروق وأحمد، حياتهم اتغيرت 180 درجة. فاروق بقى يخرج من شغله بدري ويقعد في البيت. أحمد بقى هو اللي يروح يخلص شغل أبوه ويتعلم المسؤولية. وبدأت علاقة بيني وبين أحمد تشبه علاقتي بيوسف. بقى يجيلي يحكي لي كل حاجة ويسألني عن رأيي في كل موقف. في يوم قال لي جملة حزت في قلبي: كنت نفسي والدتي تكون ست زيكي. بجد انتي ست عظيمة. أنا بحسد يوسف إن عنده أم زيكي. دموعي نزلت من الفرحة، وفي نفس الوقت من الألم. ليه؟ فاروق كان في الصالة وسمع الكلام. بعد يومها بدأ يشكرني بشكل غير طبيعي. قال لي: والله انتي غيرتي حياتي وحياة ابني في كام أسبوع. أنا عايش عمري كله غلط ومش واخد بالي. مراتي السابقة سابتني، هي سابت البيت عشان خاطر نفسها وفسحتها ومشاريعها، وسابت أحمد من سنين. هو حاول يدور عليها مرات كتير، كانت دايماً مشغولة عنه. مش من دلوقتي، الموضوع له سنين طويلة. قلت له: أنا ما أقدرش أتخيل إن أم تسيب ولادها وتنساهم. فاروق نظر لي وقال: لو انتي فاكرة كل الناس زيكي، انتي غلطانة. أطباع الناس بتختلف. في الوقت ده أحمد فاجأني بحاجة. في يوم من الأيام قال لي: عايزك تخرجي معايا. قلت له: شرط بعد ما تخلص شغلك. رجع من المكتب، مسك إيدي ووداني لدكتور أخصائي عظام. كنت طول السنين بتألم من رجليا ومن آلام كتيرة بسبب شغلي الشاق ووقوفي لساعات طويلة. أحمد فضل يدور على أحسن دكتور. قعد معايا في العيادة، وافق على العلاج. الدكاترة قالوا إني محتاجة تمارين وأدوية. فعلاً اشتغلت على نفسي. في خلال كام أسبوع بقيت أحسن حاجة. قدرت أوقف وأمشي بلا ألم، حاجة ما حستش بمنذ سنين. بعدها أصر أحمد يوديني محل يختار لي لبس. أنا كنت خجلة وحاسة إني كبيرة على اللبس اللي اختارهولي. ضحك وقال: ليه فاكرة نفسك كبيرة؟ انتي لسه صغيرة، 41 سنة مش كتير. لبست اللي اختاره وغيرت تسريحة شعري. وقفت قدام المراية وما تصدقتش. اللي شايفاه كانت امرأة جديدة. لما رجعت البيت كده متغيرة، فاروق نظري ليا اتغير خالص. لكن أحمد قلبه اتغير برضه، بطريقة مش كويسة. شوفوا إيه اللي حصل في الجزء اللي جاي. العنوان: أول ما رجعت بيت فاروق باللبس الجديد وتسريحة الشعر، فاروق كان واقف في الصالة وما تعرفش عليا. فضل يبصلي كذا ثانية قبل ما يبتسم ويقول: انتي دي ليلى؟ ما شاء الله. ضحكت وأنا حاسة بالحرج، بس اللي حصل بعد شوية كان أغرب. أحمد فاجأني بهدية، ساعة أنيقة جدا،
استلمتها وأنا مش مصدقة، حبيتها قوي. بس طريقتهم في التعامل معايا بدأت تتغير. أحمد بقى يطلب يخرج معايا كتير، بقى يطلب نقعد لوحدنا كتير، والكلام اللي يقولهولي بقى غريب. أنا مش هلاقي واحدة زيكي في الدنيا، انتي خسارة في السن اللي ضاع منكي، انتي ست جدعة ومحترمة وحنينة. مشاعري اتخبطت. الحقيقة إني كنت لاحظت إن فاروق راجل محترم وكويس. كنا بنقضي وقت مع بعض كتير، بنتكلم في كل حاجة، بنضحك مع بعض. صراحة كان عندي إعجاب بفاروق، راجل واعي وناضج ونفسه في مصلحة ابنه. لكن أحمد بدأ يتقدم لي بشكل جريء. في يوم من الأيام قعد معايا في الأوضة وقال بالحرف الواحد: أنا معجب بيكي وعايز أرتبط بيكي. جمدت مكاني وعيت قد إيه الموضوع صعب. أحمد لا يزيد عن 25 سنة. أيوة، هو حنين وكويس، لكنه زي ابني بالضبط. عقليتي ما كانتش تسمح إني أرتبط بشاب في سن ابني. قلت له: اديلي وقت أفكر، أنا تعبانة دلوقتي. تاني يوم رحت قعدت مع فاروق وحكيت له كل اللي حصل. فاروق ما استغربش خالص، قال لي: ده رد فعل طبيعي. أحمد عاش محروم من حنان الأم طول حياته، دلوقتي لقى فيك الحنان اللي ناقصه، فخلط بين المشاعر. وبعدها فاروق اعترف لي بحاجة صدمتني. ولأني أنا كمان بدأت أحس نحوكي بشكل مختلف، انتي غيرتي حياتي، وفكرياً ونفسياً إحنا مناسبين لبعض. لو وافقتي أنا عايز أرتبط بيكي رسمي. سكت، داخلي صراع. قبل كده كنت رافضة أي ارتباط عشان ابني، بس دلوقتي يوسف كبر واستقر في شغله، وأنا شايفة قدامي عيشة مستقرة مع راجل ناضج وزيه زيي. قررت أوافق على فاروق. ما كنتش عارفة أقول لأحمد بالذات، بس لما أحمد عرف إني هتجوز أبوه الدنيا قلبت. رد فعله كان صادم، ومعرفش أصلح الموقف. الجزء الأخير، تستاهلوا تسمعوا النهاية. العنوان: أول ما أحمد عرف إني وافقت على ارتباطي بفاروق اتغير تماماً. اتغير إلى شخص تاني، عصب، منفعل، مش طايق يبص في وشي. حاولت أكلمه كتير، قعدت معاه في الأوضة وقلت له: أحمد، أنا بحبك والله زي ما بحب يوسف، أنت زي ابني بالضبط. مستحيل أرضى لنفسي إني أبدأ قصة معاك، لأن العمر والفكر مش مناسبين. أنت لسه صغير وقدامك حياة كاملة، وفرصة تتعرف على بنت في سنك وتعيش حياة مستقلة. ما كانش عايز يسمع، زاد عصب. وفي يوم من الأيام سمعني كلام صعب: أنتِ السبب، أنتِ جيتي في حياتي وغيرتي كل حاجة، وخلتيني أحس إن أنا حد، وبعدين رميتيني زي الكلاب. حاولت أوضح له إن مشاعره طبيعية، لكن غلط مكانها إنه افتكر الحنان العاطفي اللي ناقصه من والدته على إنه حب رومانسي. بس قلبه كان قد اتجرح من قبل كذا حد. بعدها بيومين أحمد مشى من البيت، مسك شنطة وطلع من غير ما يقول لأبوه ولا ليا. التليفون بتاعه مقفل. فاروق من ساعتها سكت وحزين جدا، بقى يقول لي: أنا خايف أكون خسرت ابني للأبد، وأنا كمان أحس بالذنب. بس هل أنا غلطانة؟ هل يستحق إني أعيش باقي عمري لوحدي عشان مشاعر إنسان تاني؟ ما عملتش حاجة غلط، أنا كنت واضحة وصريحة ومحترمة. حاولت أكون أم تاني لأحمد، وحاولت أكون شريكة محترمة لفاروق، بس الحياة مش دايماً بتمشي زي ما احنا عايزين. أنا لسه بدعي ربنا إن أحمد يرجع وإن قلبه يتهدى، وبستنى فاروق يقابلني بنفس القوة زي الأول. دروس الحياة اللي اتعلمتها من أمي وإني عشت لوحدي كل السنين دي علمتني إن الخير جاي، وإن كل حاجة بتيجي في وقتها، وإن الصبر مفتاح الفرج. مهما كان الظلام طويل، الفجر لابد يجي. خطاف: إيه رأيكم في القصة؟ هل كان قرارها صح؟ وإيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات. اشتركوا في القناة عشان تسمعوا قصص واقعية تانية كل أسبوع. وإلى اللقاء في الحكاية الجاية.